شوفوا بقى، عملت لكم النهارده اختراعين تحفه واحلى من بعض. عملت لكم التاره بتاعه رمضان القمر دي، وكمان عملت لكم برطمان كده اعاده تدوير، ممكن نحط فيه بونبوني او يميش رمضان، وممكن كمان نحط فيه اضاءه زي ده كده، شكله تحفه قوي، وفي الضلمه كمان شكله احلى من كده. فكرتين سهلين وبخامات بسيطه جدا. تابعوا معايا الفيديو علشان تعرفوا انا عملتهم ازاي. اول حاجه هحتاج كرتونه قطرها 25 سنتي، يعني كنت فاتحه البرجل على 12.5. انا هغلفها بقماش الخياميه، ممكن تغلفوها بستيكر خياميه او حتى قماش خيش، وضروري تسيبوا زياده في الخامه اللي هتغلفوا بيها سواء قماش او ستيكر عشان خاطر نتنيه في الظهر كده ويبقى التقفيل شكله حلو. هنعمل فتحات في القماشه كلها كده زي شرايط جنب بعض. كده انا خلصتها كلها. هبدأ بقى احط شمع كده على الكرتونة واتني كل اللي زيادة بتاعة القماش دي لجوه. شلت الزيادة بتاعة القماش دي كلها، مش محتاجاها. كده انا جهزت الجزء ده. هنحتاج فوم، ممكن تستخدموا اي لون تحبوه، انا استخدمت الابيض. وبعدين هفتح البرجل على 9 سنتي وهرسم دايرة. ونحط شمع كده على الدايرة دي كلها، وبعدين نوسطنها كده ونلزقها. وبعدين انا كنت قصه الكلمه دي، هحطها لكم برضو في صندوق الوصف لو حابين تطبعوها وتكتبوها زي كده. ممكن كمان تغيروا الكلمه زي ما انتوا عاوزين. وكمان هحط لكم ريل كده عشان تعرفوا ازاي بنقل الكلمه من على الورقه على الفوم. كمان هعمل هلال صغير كده باللون الذهبي، فهستخدم دي كده علشان صغيره وهرسم بيها دايره. وبعدين هحركها شويه وارسم نص دايره، هيطلع معاكم الهلال كده بكل سهوله. ممكن بقى نكتفي بالتزيين ده او نحط هنا شريط زي ما انا هعمل دلوقتي. هستخدم ده، حاساه شكله حلو قوي وهيليق كمان مع الفكرة. ما تنسوش تحطوا نقطة من الشمع كده على الطرف الاخير كده بتاع الشريطة اللي لونها ابيض. والله يا جماعة من غير مجاملة شكلها قمر. بصوا، هي كرتونة فوزنها خفيف جدا، ممكن نلزقها بدبل فيس الحوائط وانا بفضل نعمل كده. وممكن كمان دلوقتي اوريكم تعملوا تعليقة بسيطة ازاي من نفس القماش اللي استخدمناه في تغليفها اللي هو قماش الخيامية. شريطة صغيرة كده من القماشة، وبعدين هنحط عليها شمع ونتنيها على بعض، وشمع على الطرف التاني ده، وبعدين هتنيه عليها. وكده التعليقة بقت جاهزة. وبس كده نبقى خلصنا وعملنا الفكرة التحفة القمر دي بطريقة بسيطة قوي وسهلة ومن خامات متوفرة عندنا في البيت، شكلها في منتهى الشياكة. يلا بينا بقى نعمل الفكرة اللي بعد كده. هحتاج برطمان وقماش خيامية، انا قصاه على قد جزء صغير كده في نص البرطمان. ونبدأ نحط شمع كده على القماشة مش على الازاز، علشان الازاز الشمع بيبرد عليه بسرعة قوي. وبعدين هثبتها كده، ومش مهم احط اي شمع تاني غير في الاخر خالص. والاطراف دي مش هتفضل تتحرك ولا حاجة لان انا لسه هثبتها تاني لما اوصل للاخر كده. وقبل ما اثبت القماشة لازم اتنيها الاول لجوه وبعدين نحط الشمع. هستخدم بقى الشريط التحفة ده علشان ازين الاطراف كده من فوق ومن تحت. وخلوا بالكم بقى في المرحلة دي انا هحط الشمع نصه على القماش ونصه على الازاز، وبرضو هلزق الشكل ده برضو نصه على القماش ونصه على الازاز.
وطبعا انتوا عارفين ان احنا بنبدأ من عند المكان اللي فيه وصلات، مش بنبدأ من اي مكان وخلاص. شايفين شكله قمر ازاي؟ ممكن بقى تسيبوه كده ونحط جواه مثلا فرع ليد او حتى شمعة، وممكن كمان تكملوا تزينوا الغطا بتاعه. انا هوريكم انا هغلف الغطا ازاي. بنجيب الغطا ونحط عليه قطعة قماش كده اكبر منه شوية، وبعدين بنحط الشمع على الدوران ده بتاع الغطا، ونبدأ نلم القماشة كده، وطبعا بنشد القماشة كده على قد ما نقدر عشان يبقى الشكل حلو. وبعد كده بقى هقص كل الزيادة دي، وبنفس الشريط هزين الحرف ده. وبس كده، فكرة بسيطة قوي وسهلة، ممكن نحتفظ فيه بأي حاجة كده. ممكن نحط فيه اليميش او بونبوني، اي حاجة تحبوها، وممكن تعملوا كذا واحد كده. فكرة شكلها تحفة وهتبان اكتر في الضلمة. ممكن نحط فرع ليد كده او شمعة الكترونية زي ما انتوا شايفين. شايفين بقى الفكرة تحفة قوي ازاي؟ شكلهم حلو قوي بجد جنب بعض. وكده نبقى خلصنا الفكرتين دول، احلى من بعض بجد واسهل من بعض. اتمنى انتوا تجربوهم. ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو ده تعملوا لي لايك وشير، ولو انتوا اول مره تشوفوني ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب لقناتي على اليوتيوب، وكمان ما تنسوش تشوفوا باقي فيديوهات رمضان.